طيب حته كده قبل ما الصحافه تطلع تتكلم عليها. هيثم حسن في انتر ميلان رسميا. بص، قبل اي حاجه كان الصحافه لسه ما اكدتش ولا حد من الناس الموثوقه اكد ان هيثم حسن هنشوفه في انتر ميلان الموسم الجاي. ومش جاي دلوقتي اقول لك ان ازاي حسام حسن كان بيقعد اللاعب ده دكه، لا بكل بساطه ماليش علاقه خالص. وكان في مشاكل مع الاتحاد الفرنسي ودي ملهاش علاقه بيها خالص ومش هنتكلم عليها. بكل بساطه هيثم حسن قريب قوي او بنسبه 90% هو موجود دلوقتي في ميلانو عشان يخش في صفقه انتر ميلان. لاعب جاي من الدوري الاسباني من فرقه مش حتى بتنافس على انديه الوسط في الدوري الاسباني، موجود دلوقتي في واحد من اكبر الانديه اللي موجوده في ايطاليا بعد ماتشين ثلاثه بس في كاس عالم. هيثم حسن حرفيا لاعب عنده كميه كواليتي عاليه ممكن تاهله انه يلعب عادي في اي فرقه فيرست تيم مستريح واي فرقه كبيره مستريحه. بكل بساطه هيثم حسن بعد ما كان قريب للاهلي في موسم من مواسم الانتقالات، دلوقتي قريب من فرقه كبيره قوي، فرقه كبيره قوي وبتلعب تشامبيونز ليج وموجود في ايطاليا. وحرفيا ممكن عادي نشوف رافع الكالشيو اخر الموسم.